ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. النهارده هنقص مع بعضينا طقم ايه؟ سرير اطفال، اللي هو رسمة العرايس والقطط والحاجات دي. هنقصه مع بعضينا ونعمل فيديو للقص وفيديو للتقفيل. ماشي. احنا عندنا الاحمر ده الاساسي، الايه الاساسي. اول حاجه هنعملها هنطلع متر للمخدات، لان هنزود ال20 من الرصاصي. انا كمان هقيس لكم بالمقاس، عشان ممكن اللي ما بيقيس بالايد كده يقيس عنده مقاس بيقيس بيه، عشان ايه ما نتوهش. معايا متر، هي برضو المتر هو هنطلع ايه الاتنين مخدات. ماشي. نطلع اتنين مخدات نحطهم على جنب. عايزين برضو نطلع ايه الخدادات، لان الخدادات هتبقى نص ونص. احنا بنطلع الخدادية يعتبر ايه 25، يعني نص متر و50، نص 55 عشان خاطر الخياطة. نطلع برضو ايه الخداديات، الاتنين خدادية. ولازم نظبط القماش معانا، عشان خاطر القماش ساعات لما بيجي يقصوا بيبقوا قاصين القماش بطريقة يعني بتخنقنا صراحة. ماشي كده اصبح معايا الاتنين مخدة والخدادية. انا بقى عايزة اقص ايه السرير. هقص القرص بتاعه، القرص بس اللي فوق ده متر ونص، عشان المراية تبقى معانا كبيرة متر ونص. واحنا كمان هنحط نص متر في الكورنيشة، هتبقى المراية الأطفال عاملة مترين غير خلف مراية السوق خالص. يعني مراية السوق صراحة أنا عندي بيجيبوا المرايات ويجوا قايلين لي حط لنا عليها أي شغل عشان نطول المراية بيه، مع إنهم هما لو زودوا القماش شوية وخدوا فلوسه أكتر، يعني إيه اللي هيتم؟ 3 متر أهو معايا. معايا هنا الملايتين هما انا طلعتهم 3 متر. ماشي، عشان اخد منهم ايه يعني افتحهم 2 اهو. كده معايا ايه ملايتين. جايبه بقى انا ايه الرصاصي دوت.
هعمل الرصاصي 40 سنتي اهو، 40. واخد بتاع قيرتين تانيين عشان الخياطة. ماشي، هطلع منها برضو الملايتين اهو، والنشتين دولت. الرصاصي ده اللي هيتحط عليه القطط. معلومة ان احنا لازم نمسك القماش ننطره وننفضه كذا مرة عشان خاطر ينزل معانا لو في حتة مكرمشة، عشان ما يجيش معانا معوج. لو جه معانا معوج هيخسرنا، لان هما بيقصوا لنا القماش زي ما تيجي معاهم. في ناس بتثبت الله يبارك لهم، وناس عايزة تخلص نفسها على طول تقوم اصلا. مش انا قلت لكم ساعات القماش بيعمل معانا حاجات احنا مش يعني ما بقاش مستحبه. بصوا الفرق جه قد ايه. حاجه يعني والله ملل. انا بتضايق من موضوع القماش ده قوي قوي. طبعا انا معايا هنا ايه، حته تانية عايزه اطلع منها الكورنيشه اللي تحت، واحنا بنقفله برضه هتشوفوه. القماشه اللي تحت دي معايا دي عايزاها انا ايه، انا عملت اللي فوق 40، اعمل هنا 25 كل حته، يعني كل حته 25 عشان اخد كورنيشتين ايه السرير. اصبح ان انا عملت كل حته في الكورنيشه دي 25، يعني معايا 50 و50 اهو قصيت حتتين 50 و50 عشان دول معايا طقمين سرير اطفال. هاجي هنا واقوم مطبقاهم نصين اخليها 25 سنتي اهو. طبعا انا برضو معايا بزود سنه عشان خاطر الخياطه. اصبح ان انا اتنين اهو كورنيشتين وكورنيشتين هلحمهم في بعض واعمل بهم كشكشه تحت القطط على طول تحت الرصاصي. اما يتقفل برضو هتشوفوه. معايا بقى حته هنا ايه فضلت اهي، انا عايزه اطلع 4 كرانيش من الخداديات. هي مش مساعداني قوي بس هعمل ايه بقى، مش هنطلع مش نعرف نطلع منها دي. انا عندي برضو ايه وصلاتها وصلت. هطلع حتتين واطلع من الباقي اللي عندي من المخدات حتتين تانيين عشان اعمل ايه كرانيش للمخدات. الكورنيشه دي بتبقى ايه هعرفكم بقى، عباره 7 سنتي. احنا الطقم السرير بياخد يعني الاتنين خداديه بياخد 4 حتت، كل حتتين بتلحموا بعض يبقى كرانيش. اول بقى ما هنعمل اوفر وبنتني تبقى يا دوبك اهو. بس انا عندي بقى طالع من الكيسين المخدات حتتين تاني زي دول، لان القماش عندي ما كفاش، فهستخدمهم من الحتت اللي هتطلع من المخدات. هطلع كرانيش للمخدات منها. ومعانا ايه ده عندي في حاره المزين برضو عشان اعرفكم.
وفي هنا برضو للخداديات عشان برضو تبقوا عارفين، في حته لازم تطلع للخداديه توصيله ليها، يعني الخداديه برضو هنا لازم انا اقطع هنا زي التانيه 55 سنتي، اطلع منها فرع تاني للخداديات، واما اجي اعمل طقم سرير تاني تنفعني. ماشي، يعني انا اصبح قطعت من الاحمر خداديه خداديتين، من دوت الرصاصي خداديتين، هاخد منهم بقى ايه خلف خلاف، يعني هطعم من هنا نص ونص، هيبقى اصبح معايا تاني حته تاني هستخدمها ما بعد الطقم تاني، مش هتخسر عندي برضه، مش هتخسر. فاصبحت انا طلعت من هنا خداديتين ومن هنا خداديتين، هستخدم منهم بقى ايه اللي هيطلع، ودوت انا جايبه بالزياده عشان استخدم اعمل تاني. فعندنا هنا القطه دي بتيجي ب110 من حاره الميزانيه، ب110 دول 8 حتت، 3 للسرير و3 للسرير و2 للخداديات. ماشي، وباكيتة ورد فل ب50. ماشي، استنوني بقى، احنا كده عملنا الفيديو ده للقص، استنوني بقى لتقفيل الفيديو. ماشي، يلا اشوفكم. ما ننساش بقى ان احنا نقول كل شويه لايك واشتراك، ها، عشان هزعل منكم. هعرف على فكره، هعرف ان انتوا ما عملتوش لايك. اللي بيحبني يعمل لي بقى، واللي عايزني اكبر يعمل لي، مش عايز خلاص، ادي الله وادي حكمته. بس انتوا تلاقوا الفيديو ما بيعجبكوش عشان كده ما بتعملوش لايك، لو بيعجبكم اعملوا لايك. يلا اشوفكم خير.